السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. الفيديو مالنا اليوم طريقة عمل الخل. هاي هنا أنا عندي تمر، طبعا هذا الزهدي هسه غسلته واخرت منه التراب، شكوشي يعالق به. وانا قبلها طبعا مسوي خل. وبالمناسبة منه هيك راح طبعا ينزل التمر. فاللي عنده نخلة عنده تمر زايد يحب يسوي هاي الطريقة. طبعا أنا مسوية هذه، والتاريخ إذا واضح عندكم، يعني أنا كابسته ب 17/12/2022، وهسه احنا بشهر السادس. هسه راح أفتحه. طبعا أنا تركته يعني ما درت له أهمية، بس هذا طلع. طبعا أنا هم أنا مسوية قبل فترة. طبعا هذه ما أعرف واضح. شوف هذا طبعا هو بداية الخل. أول شيء يطلع خفيف، لونه أبيض، فهو من 40 يوم ما ينفتح ويطلع خل بهالشكل، لا. يعني بعد ايش قد مخليته تقريبا صار له 6 أشهر 7 ما يعني بهالتاريخ 17/12 وتاركته. بحسه هذا صار له يعني همين عندي تقريبا 1.5 سنة هيك. وكل ما تركناها يعني فترة كل ما اللون مالته يصير ينطينا لون حلو. بعد اللون اللي يعني كلش غامض. وهاي هسه افرغ التمر هنا هاي العلبة واضيف وانا ما اضيف اي شيء، بس التمر. نخلي بس التمر ومقدار المي واسد عليه واتركه، يعني ما افتحه ولا ورا 40. يعني هي 40 يوم عادي ينفتح ويتوخر من عند التمر. انشغله. هسه راح اضيف له المي مقدارين بهاي اللي كنت قايسه بيها التمر. هسه هذه المي مقدار. هذا المقدار الثاني. هسه هنا راح اسد عليه كل شو، ما اخلي له لا خمره مال تمر قديم ولا اي شيء. ما راح اسده حيل، اخلي شويه به مجال هيك رخاوه، لان الجو حار. هسه الفتره الجو حار. انا ذاك خليته بالشتاء، يعني هيك القبق هيك بحركه. وراح اخليه. هسه ابدي اصفيه. يلا تعال سجاد ذوق لنا هذا الخل، انطينا رايك بيه. طيب حامض والله. يلا حامض يعني يعني صدق الحموضه مالتي مو طبيعيه في شيء. هاي العلبه مالتي، هاي العلب طبعا طلعت بس هاي العلبة. فرغت كليته، طلعت عندنا علبة واحدة يعني. واللي ضاق الخال مو ابني، هذا ابن حماي، ما يدري بيها قاعد اصور. فقلت له ذوق الخل. وهذا كل ما طبعا ينترك كل ما ينطي يعني لون بعد، يعني يصير اغمق مثل ما هذا. طبعا هذا كان هيك لونه، شوف هيك كان اللون مالته. بس ويا الايام لان بقى فتره اطول
فصار هالشكل. وأول ما يعني 40 يوم وشهرين يعني اللون مالته أبيض، ما يصير رأسا هاللون هذا، ما ينطينا هاللون، لا ينطينا اللون أبيض. واللي يريد يصفيه ويتركه يعني يصفيه من التمر ويتركه فترة، أيضا راح يحصل على هيك لون وطعم وحموضة. أتمنى إن شاء الله يعجبكم. وهذه راح قلت لكم يعني بالترك راح أخليه الترك مال بيتنا، وأكتب عليه هنا تاريخ حتى يعني شنو ما أنسى. راح أخليه إلى أن كلش يعني ياخذ لون وينطينا الطعم اللي نريده. أترككم في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.